السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي افنان ايمن. وصفتنا اليوم من نوتيلا بمقادير اقتصادية وسهلة جدا، ودي طبعا مش الطريقة الاصلية للنوتيلا، ولكن لما جربتها لقيت الفرق بينهم مش كبير، وان شاء الله هعمل لكم فيديو عن الطريقة الاصلية. نبدأ الفيديو بالمقادير. عندي كوباية من الحليب، كوباية سكر بودر، كوباية كاكاو خام غير محلى، نص كوباية زيت على زبدة، نص كوباية حليب بودر، ظرف نسكافيه بطعم البندق وأسانس بندق أو طعم البندق. ممكن تستغنى عن نص كوباية الحليب البودر، ممكن تستخدمي زيت بس من غير زبدة، ولكن الزبدة بتعزز الطعم شوية. ويفضل السكر يكون بودر عشان يديكي نتيجة مضمونة. أنا استخدمت كاكاو دريم، تقدري تستخدمي أي نوع انت حاباه، ممكن تجيبي سايب من عند العطار. الحليب البودر ممكن تستخدمي نيدو أو أي نوع متوفر عندك. هجيب الخلاط وأنزل بالحليب والسكر البودر والكاكاو والحليب البودر وظرف النسكافيه وطعم البندق. هضيف نص معلقة صغيرة. طعم البندق موجود عند العطار، تقدري تستغنى عنه تماما لو مش موجود، بس هو بيقرب الطعم شوية للنوتيلا الأصلية. هخلط المكونات كويس جدا مع بعضها لحد ما اوصل للقوام ده كده. هبتدي انزل بالزيت تدريجيا، نص كوباية الزيت هنزل بيها على 4 أو 5 مرات. وبكده الخليط ابتدى يتقل معايا. وانزل باخر كمية من الزيت. والخليط باين قدامنا ان هو بيتحرك بصعوبة جدا وابتدى يتقل معانا. بمعلقة او الاسباتيولا وابتدي الم من الجناب عشان الخليط كله يبقى زي بعضه، لان الخليط لما بيتقل بيتحرك بصعوبة. وخلاص كده النوتيلا بقت جاهزة معانا. القوام بتاعها ما شاء الله جميل جدا. هضيفها لعلب التلاجة او لبرطمانات ازاز. ما شاء الله الكمية اللي طلعت معانا حوالي برطمانين من بتوع النوتيلا، مش مكلفة خالص يعني مثلا ممكن نقول الكمية ديتي عملت معانا حوالي 25 جنيه تقريبا، يعني مش بالظبط. هي طبعا مش زي النوتيلا الأصلية، ولكن حلوة، مش هتقول لا. وخصوصا ان الأطفال بتحب الشوكولاتة، فهتبقى حلوة لسندوتشات المدارس، حاجة كده نشجعهم بيها. لو هتعملي سندوتشات فينو أو توست، هجيب الطاسة وأدهنها دهنة صغيرة جدا زبدة، وأحمص التوست أو الفينو وأسيبه يبرد، وبعدين أضيف عليه الشوكولاتة.
والطريقة دي هتخلي السندوتش طعمه حلو، وكمان السندوتشات بتفضل معاهم حوالي ساعتين لحد ما يبتدوا يفطروا، فبتكون الشوكولاتة معادتش موجودة في السندوتش. لكن لو سندوتشات سريعة هنضيف الشوكولاتة عادي من غير ما نحمص العيش، وبتبقى جميلة جدا جدا مع العيش الشامي، واجمل كمان لو العيش بلدي. هضيف النوتيلا للتلاجة حوالي ساعتين وبعدين نرجع نشوف القوام بتاعها. وهنا النوتيلا بعد ما طلعتها من التلاجة فعلا القوام كما يجب ان يكون. وهنا تكون وصفتنا اليوم خلصت. اشوفكم وصفة جديدة وفيديو جديد على قناتي افنان ايمن ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اشعار بوصفات الجديدة. دمتم في رعاية الله.